السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم. النهارده معانا فيديو جديد. شايفين المربى القمر دي عملناها بحاجة كلنا بنرميها، حاجة بسيطة خالص من غير مقادير معانا خالص، بالبطيخ، مربة البطيخ، بقشر البطيخ مش بالبطيخ نفسه. معايا بقى بطيخة. انا برضو جربت الطريقة قبل ما اعملها لكم فيديو علشان ايه، ابقى صادقة معاكم واقول لكم النتيجة صح. فانا جبت بطيخة قسمتها نصين، اخدت نص وجربته، وده النص التاني من البطيخ. يعني المقدار اللي احنا شايفينه قدامنا ده نص بطيخة. قطعت البطيخ عادي خالص اللي احنا بناكله، اخدته وقطعته وشلته. مش عايزين بقى نحطه ناكل احنا كده منه ونعك فيه وبتاع، لا، احنا اللي هنقطع البطيخ بنفسنا كده نضيف، نشيل الكمية اللي احنا هناكلها، وبقية والقشر كده اللي احنا شايفينه ده هنسيب فيه بعض حتت بطيخ حمرا كده. هنشيل القشرة الخضراء وناخد اللي هو النص الابيض على حاجة بسيطة من الاحمر اللي احنا شايفينه ده. هي دي المكون معانا اللي هيعمل معانا المربى القمر اللي احنا شفناه. هنشيل القشر الاخضر اللي احنا شايفينه كده، وهنسيب بقى ايه، قطع البطيخ اللي هي فيها ابيض على احمر. الاحمر اللي فايض فيه ده اللي هو طبعا احنا كلنا بنرميه، بس ايه اهم حاجه في البطيخه ان احنا محدش بياكل منها، احنا اللي بنعملها كده، بنقطعها علشان تبقى نضيفه معايا. قطعت الكميه كده زي ما احنا شايفينها. ده القشر اللي هيترمي بقى خلاص، ما عندناش عايزينه. واخدنا بقى القطع اللي هي ابيض في احمر زي ما احنا شايفين كده. كل كيلو من المتقطع بيتحط له ربع كيلو سكر. يعني انا معايا هنا 2 كيلو قطع بطيخ، حطيت عليهم نص كيلو سكر وسبتهم ليلة في التلاجة. وتاني يوم زي ما احنا شايفين ده شكلها بعد ما حطيتها ليلة في التلاجة بالسكر، سردت المية بتاعتها. هبدأ بقى احطها على البوتاجاز واسيبها بقى تستوي. هي بتاخد من حوالي من ساعة ونص لساعتين على النار زي ما احنا شايفين كده. كل شوية نديها تقليبة. وبعدين لما نحس ان هي بدأت تستوي بالهراسة كده، ونبدأ ايه نهرسها، علشان طبعا احنا مش هنفرمها، احنا هنسيبها كده ايه، فيها قطع كده علشان تدينا طعم ونكهة حلوة كده وتبقى شكل المربى. احنا مش هنضيف لها اي اضافات خالص، احنا كده يدوب بس قطع البطيخ معانا، والسكر وملح الليمون او عصرة ليمونة كده زي ما انا حطيت. بس دي المادة الحافظة بتاعتها، عصرة ليمونة كده بعد ما استوت خلاص وهرستها. قبل ما اطفي كده ب5 دقايق حطيت عصرة الليمونة، وهسيبها تغلي كمان 5 دقايق وخلاص هطفي عليها كده. خلاص خلصت معانا، سهلة وبسيطة ومن غير اي يعني مقادير خالص معانا. شايفين ما شاء الله تحفة. الكمية اللي انا عملتها طلعت كده زي ما احنا شايفين. عملت لي البرطمانين دول. طبعا البرطمانين دول بيتشروا بقد كده، هما دوب بس اللي احنا غرمنا لهم شوية السكر. شايفين ما شاء الله دي الكمية اللي احنا عملناها من نص بطيخة، شوية سكر ونص قشر البطيخ بس زي ما احنا شايفين كده، بطريقة سهلة وبسيطة من غير اي تعقيد خالص. جربوا الطريقة وقولوا لي ايه رأيكم. سلام عليكم.